على بركة الله غادي نشرح لكم في هذا الفيديو هذا طريقة ديال تقديم التأشيرة الصينية للناس اللي كيبغيو يجيو يديروا التجارة في الصين او الناس اللي كيبغيو يجيو يديروا الدراسة او باغيين السياحة. غادي نشرح لكم جميع الاصناف ان شاء الله او اغلبية ديال الاصناف. غادي نشرح لكم بالتفصيل الممل. غادي تصبروا معايا في هذا الفيديو هذا اللي تعم الفائدة. اول حاجة غادي نمشيو نديروا بحث في جوجل كروم ولا في اي اوبيراتور نديروا فيزا شينا. كاين بعض الناس او اغلبية الناس كيوقعوا في هذا المشكل هذا، كيمشيو دائما للموقع الاول وهذا راه غلط. معلومه غادي نعطيها لكم بالنسبه لاي واحد بغى يدفع اي تاشيره كما كانت في العالم، خاص يكون الموقع كيسالي .كوف الدوله اللي تابع ليها. متفقين معايا؟ مثلا الصين .كوف كتعني الكوفرنمنت .cn كوف .ma بالنسبه للمغرب، الجزائر AL، تونس TN، وكذلك جميع الدول الاخرى. مثلا كما قلت لكم هذا الموقع هذا سيتان انترميديير، هذا ما خدامش لينا. باش ما نوقعوش في هذا المشكل هذا كنمشيو كنديروا فيزا شينا مروكو، الباسبور اللي تابعين ليه او الجنسيه ديالنا. هنا كيبان لنا راه كاينه كوف.cn. اذا امور باينه كما كنشوفوا دابا. هذا هو الموقع الرسمي ديال السفاره الصينيه بالمغرب. في هذه المرحله هذه كنمشيو كنقلبوا على دوموند دو فيزا اوردينير، طلب تاشيره العاديه. تيقول لك الا بغيتي تعمر فورمولير النموذج ديال طلب التاشيره خاصنا ندخلوا لهذا الموقع هذا consulaire.mfa.gov.cn. هذا هو الموقع الرسمي باش تطلب التاشيره ديالك. اول مرحله خاصنا ننشئوا واحد الحساب في هذا الموقع هذا. غنمشيو نديروا تسجيل. الناس اللي اول مره غادي يتسجلوا في هذا الموقع هذا خاصهم يمشيو يديروا تسجيل جديد. بالنسبه لهذه المرحله هذه كيطلبوا لك البريد الالكتروني ودير واحد المود باس اللي تبقى تدخل به لهذا الحساب هذا. حنا غادي نمشيو ناخذوا البريد الالكتروني، مثلا هذا البريد هذا ندير ليه كوبي، نرجعوا لي هنا غادي نديروا المود باس. ومن الاحسن يكون فيه ماجوسكيل والارقام والمينيسكيل باش يتقبل لينا هذا الرقم السري. من بعد غادي نمشيو نديروا هذا الامر هذا باش يوصلنا واحد الكود للبريد الالكتروني. ها هو فيريفيكاسيون كود سند بليز تشيك ايميل، باش يتاكدوا من الايميل. حنا دابا غادي نمشيو ناكتواليزيو البريد الالكتروني ديالنا، راه ما كيتعطلش بزاف، ما كيفوتش 30 ثانيه. ها هو كما شفتوا غندخلوا ليه. هو هذا الرقم اللي غادي نكوبيوه ونحطوه هنايا. هنا غادي نكونفيرميو، وبذلك راه دابا تسجلنا في هذا الموقع هذا. دابا راه ولا عندنا حساب في الموقع. هنا كيبان لنا 3 ديال الخانات. بالنسبه لهذه الخانه هذه تعطيك الدليل ديال طلب التاشيره. كما عارفين اغلب ديال المغاربه او الدول العربيه التاشيرات اللي كيبغيو من الاصناف ديال البيزنس اللي كيبغيو يديروا التجاره هنايا او دراسيه، وكاين بزاف ديال المكاتب اللي كيتكلفوا بهذا الامر هذا، ولا السياحيه. حنا غادي نهضروا في هذا الفيديو هذا بالنسبه فيزا بيزنس وفيزا توريست. اوكي، ندخلوا لهاد الخانه. غادي نديروا البلاد اللي غادي تقدم فيها. واحد المعلومه بالنسبه للتاشيره الصينيه ممكن تدفعها في اي بلاد، خاصهم غير يتوفروا فيك الشروط. حنا الان باش يجينا الامر سهل غادي نمشيو نقلبوا على المغرب، اننا غادي ندفعوا في القنصليه المغربيه اللي موجوده، القنصليه اللي موجوده في مدينه الرباط هي هذه. هنا كيقول لك تيب دو فيزا. بالنسبه هادو هما جميع الاصناف ديال التاشيرات اللي عند الصين. كما قلت لكم هي السياحيه تيب ال، البيزنس تجاره ام، وكاينه ديال الدراسه X1 بالنسبه مده طويله، وكاينه X2 بالنسبه مده قليله. بالنسبه لهاد X2 هما الناس اللي كيجيو كيقراو هنايا اللغه، وعاد كيجيو هنا كيديروا الاقامه ديالهم ديال العام باش يقراو. زائد كاينين بزاف ديال التاشيرات. كاينه مثلا الترانزيت اللي كيبغي يدير اسكال هنايا في الصين. كاين مثلا ديال لي جورناليست، كاين مثلا ديال العمل. حنا المهم عندنا ديال السياحه والتجاره. هنا ملي كدير السياحه كيقول لك الوثائق اللي خاص تدفعهم باش تعطاك التاشيره ديالك. بالنسبه للوثائق لجميع الاصناف اللي خاصهم، اول حاجه هو الباسبور، تذكره الطيران ذهاب واياب، وخاص تكون عندك حجز الفندق، وخاص يكون عندك برنامج مفصل المده اللي غادي تجلس فيها. وهذا الامر هذا مهم، خاص يكون داكشي ديتاي. زائد خاص تكون عندك اسيورونس دو فواياج، شهاده تامين السفر، وخاص يكون عندك في الحساب البنكي ديالك اكثر من 30,000 درهم. ولا كان عندك شي وثائق اخرين تقدر تضيفهم. وبالنسبه للبروسيس كيفاش كيدوز ولا كيفاش هاد الوثائق تدفعهم، هادو كلهم كتسكانيهم وكديرهم في البلاتفورم هذه حتى المرحله الاخيره دابا نوصلوا ليها. المهم بالنسبه للتاشيره السياحيه هاد الحوايج هما اللي مهمين. وبالنسبه للتاشيره ديال البيزنس تيب ام، خاصك انفيتاسيون، دعوه من مصنع او مكتب في
دولة الصين، وخاصهم يكونوا فيهم بعض الشروط: اسم المصنع او المكتب، رقم الهاتف، البريد الالكتروني، العنوان، الكاشي، سينياتور. وواحد الامر مهم هو انهم واش هما اللي غادي يتكلفوا بالمصاريف ديالك ولا تكلف المصاريف راسك. هادو هما بعض الامور اللي مهمه، زائد الباسبور، والا كان عندك الارسي حتى هو كتدفعو، ولا شهاده العمل. هادو هما الوثائق اللي خاصك باش تقبل لك التاشيره الصينيه. دابا غادي نمشيو للمرحله ديال تقديم التاشيره الصينيه، ديماغي ما دوموند. غادي نمشيو نكتبوا المدينه فين كاينه القنصليه، ملي كيعطيوك بعض التعليمات نديرو كومونسي رومبلير الفورمولير. دابا وصلنا للتعمار ديال هذا الفورمولير. هذا كاينين 9 ديال المراحل. بالنسبه للمرحله الاولى، اول حاجه تيطلبوا صوره، وبالنسبه للصوره كاين ديك كريتير اللي خاص تتبع. من اهم لي كريتير خاص تكون صوره جي بي او جي، وخاصها تكون اكثر من 354 على 472 بيكسل، تكون خلفيه بيضاء. وبالنسبه للمحجبات خاص الودنين ديالهم يكونوا باينين. هاد الامر مهم جدا باش تقبل لك التاشيره ديالك من الديبار. واخا حنا غادي دابا نختاروا الصوره. ديجا راه عندي وحده هنايا نقادوها، خاص تكون مقاده. هنا كيقول لك فوتر فوتو اي فاليدي، انها تفاليدات، وماشي كتعني انها مقبوله. تقدر من بعد ما تدفع يقول لك لا خاصك دير التعديل ديال هاد الصوره هذه، وهذا الامر ماشي مشكل. المصور هو اللي كيتكلف بهذا الامر هذا. بالنسبه للايطاب الثانيه هي كيقول لك تيليشارجي الباسبور. حنا راه ديجا عندنا باسبور. بالنسبه لمي كتحط لهم الباسبور اوتوماتيكمون المعلومات ديالك كيتعمروا هنايا كما شفتوا. ها هما المعلومات كيتعمروا اوتوماتيكمون. خاص تكون الصوره ديال الباسبور واضحه كما شفتوا. ها هما تعمروا المعلومات. كيبقى غير مكان الازدياد وتاريخ الازدياد هما اللي ما كيعمروش. غادي نديروا هنايا مكان الازدياد، هنايا الجهه، وهنايا المدينه الازدياد. وبالنسبه هنايا خاص الوضعيه الاجتماعيه، واش مزواج، واش مطلق، عازب الى اخره. حنايا نديرو مثلا عازب. هنا كدير رقم البطاقه الوطنيه. راه غادي نديرو مثلا رقم افتراضي. هنا تيقول لك واش عندك جنسيه اخرى. حنايا غادي نقول لهم لا. اللي عنده جنسيه اخرى كيقول لهم وي، وكيدير الجنسيه اللي عنده الثانيه. هنا تيقول لك واش عندك شي اقامه شي دوله. بالنسبه للناس اللي عندهم اقامه هنا كيكتبوا دوله الاقامه. واش ديجا عندك شي اقامه في شي بلاد كتقول لهم نو. كنجيو لهاد المرحله هذه تيقول لك شنو هو نوع الباسبور. حنايا اغلب ديال الناس تيكون عندهم باسبور اوردينير. كاين باسبور سيرفيس، دبلوماتيك، اوفيسيال، سبيسيال، اوتر. هنايا كدير رقم الباسبور ديجا تيكون مكتوب. هنا كيقول لك مكان اصدار الباسبور. حنا غادي نديرو المكان اصدار. اذا دابا هاد المرحله هادي ساليناها كدير سوفغاردي. ملي كدير سوفغاردي كتمشي كدير سويفون. المرحله الثانيه دابا تيعطيوك شنو هو نوع ديال التاشيره اللي بغيتي. حنايا غادي نمشيو نديرو مثلا بيزنس وبغيت نعطيكم واحد المعلومه. الفرق ما بين بيزنس والسياحه، بالنسبه للسياحه كيعطوك فيها 3 شهور فيها دخله وخرجه. مثلا الا كنتي باغي تمشي مثلا دوله اخرى وتعاود ترجع للصين كتطلبها في الفورمولا كما غادي نوريكم دابا. كتطلب 2 دخلات، ولكن على العموم كيعطوك فيها دخله وخرجه. وبالنسبه للبيزنس كيعطوك فيها عام هي على الاقل، وكاين بعض الحالات النادره كيعطيو فيها 6 شهور، ولكن الاغلبيه ديال الناس كيعطيو فيها سنه وفيها 60 يوم، فيها شهرين. تقدر تجلس شهرين وتعاود تخرج وتعاود ترجع فيها.
هذا امر مهم. حنا غادي نديرو مثلا بغينا فيزا بيزنس، غنديرو واش كاين شي مثلا شي معرض ولا شي كونفيرونس ولا ديزاكتيفيتي اخرى. بالنسبه للتجار راه كنديرو اوتر اكتيفيتي، الانسان كيجي كيبغي يشوف هنايا السلعه اللي باغي، كيبغي يبدا المشروع ديالو ديال لامبورطاسيون. هنا في السؤال الثاني تيقول لك نوع ديال السيرفيس، واش بغيتيها نورمال ولا اكسبريس. شنو هو الفرق ما بين هاد جوج الحوايج؟ بالنسبه للنورمال، نهار اللي كديبوزي الباسبور كيتطلب تقريبا 5 ايام حتى الاسبوع باش تعاود تريكوبيري الباسبور ديالك. بالنسبه للاكسبريس، الناس اللي معجلين، الناس اللي زربانين كتخرج ليهم الغد. لي مثلا ديبوزيتي الباسبور نهار الاثنين، نهار الثلاث كتجي كتاخذ الباسبور ديالك. وبالنسبه للاكسبريس كتخلص عليها واحد 300 درهم لي فريد زايدين. حنا غادي نديرو مثلا اكسبريس. هنا تيقول لك المده اللي باغي تمشي ليها لدوله الصين. مثلا غادي نديرو شهر 10. شهر 10 كيكون فيها الكونطون فير، اغلبيه ديال الناس كيبغيو يجيو. كيكون واحد المعرض عالمي فيه جميع المنتوجات والجديد ديال التجاره. وهنا يقول لك شحال المده باغي تجلس في الصين. مثلا كنقول لهم حنايا 15 يوم. وهذا الامر هذا هو اللي كنت قلت لكم من قبل، شحال من دخله بغيتي، واش دخله وحده ولا جوج دخلات ولا ملتيب، وتقدر تدخل وتخرج بزاف د المرات. حنا غادي نطلبوا ملتيب. وفي اي مرحله كتساليها كدير سوفغاردي باش تيبقى مسجل لك هاد المعلومات اللي درتي، باش مثلا الا ما مشات لك الكونيكسيون ولا مثلا طفى لك بيسي كيبقاو المعلومات مسجلين باش ما تعاودش من جديد. دابا غادي ننطلقوا للمرحله الثالثه. بالنسبه للمرحله الثالثه تيقول لك شنو هي المهنه ديالك. ها هما كاينين بزاف ديال المهن. حنا مثلا غادي نديروا لي مثلا الناس اللي كيديروا التجاره كيديروا اوم دافير او فام دافير. بالنسبه للناس اللي مثلا موظفين راه كيديروا امبلويي على حسب موظف في الحكومه. كاين بزاف ديال على حسب الشخص. كاين ترافايور انتربوندون الفريلانس، الناس ديال الفريلانس. حنا غادي نديروا اوم دافير. هنا تيقول لك شنو هي الخبره ديالك في هذه المهنه اللي كتزاول في هاد اخر 5 سنوات. هنا كتقول لهم مثلا بديت المهنه ديالي مثلا في 2021 شهر 1 لحد الان مازال خدام فيها 2026. اليوم راه شهر 3. هنا كدير اسم ديال الشركه ديالك، نو دو فوتر امبلويور، ولا الا كنتي سالاري كدير الاسميه ديال الشركه اللي خدام فيها. حنا غادي نديرو مثلا شركه وهميه انفو تكنيك. نديرو انفوتك مثلا. هنا كدير العنوان ديال الشركه، المقر الشركه. هنا كنديرو على باش تعمل الفائده. هنايا كدير رقم الهاتف الا كانت عندك شركه، رقم الهاتف ديال الشركه ولا ديال المدير. يعني ماشي مشكل. بالنسبه لهنايا نو دو فوتر سوبيريور. بالنسبه الا كنتي انت مول الشركه كتكتب ليهم ماي سيلف، انا هو الكل في الكل. الا كنتي خدام في شركه كدير ليهم سوبرفيزور ديالك. الا كنتي هنا كدير عاود الرقم ديالك الشخصي. بالنسبه لهاد الجوج هادو ماشي مهمين، بوست و ريسبونسابيلتي. صافي كدير هنايا اونغيستري او سوفغاردي. كنمشيو للمرحله الرابعه. بالنسبه للمرحله الرابعه تيقول لك هنايا المستوى الدراسي ديالك.
هنايا الاسم ديال الجامعه اللي كتقرا فيها، ولا المدرسه اللي تخرجتي منها. بالنسبه لهذه المرحله هذه ماشي بالضروري الناس اللي كيديروا التجاره، اللي عندهم اللي جايين بيزنس، هذه كتهم بزاف الطلبه اللي بغاو يجيو يقراو هنايا في الصين. هنايا كدير لهم مثلا كدير لهم النيفو ديالك، مثلا دير لهم باك بلس 2 صافي، وكدوز هذه المرحله هذه. بالنسبه لهنايا كدير المعلومات ديال العائليه. هنايا كيعطيوك العنوان ديال المنزل اللي ساكن فيه، اللي ماشي مهم. هنا كديروا هنايا الرقم الشخصي، هنايا رقم الا كان عندك رقم ثاني، الا ما كانش عندك كتكوبي هذا وكتكولي، ماشي مشكل. وهنا كدير العنوان البريد الالكتروني. نمشيو ناخذوا هذا البريد الالكتروني. بالنسبه لهذه المرحله هذه كيعطيوك تعمر معلومات ديال الوالدين ديالك، واللي مجوجين تيعطيوك حتى الوليدات. وبالنسبه اللي عندهم والديهم متوفين، هنايا كدير ديسي انه متوفي. هنايا خاصك تعمر المعلومات: اسم النسب، الاسم الشخصي، الجنسيه، تاريخ الازدياد، واش ديجا مشى للصين. كتعمر هاد المعلومات هادو. حنا ماشي المهم هو ان يكونوا المعلومات مضبوطه، هذا هو المهم. ها هما هنايا لي زونفو كما قلت لكم. اوكي، هنايا تيقول لك واش عندك شي واحد في العائله في الصين، كتقول لهم نو، صافي كدوز هذه المرحله هذه. حنا بغينا باش نسرعوا شويه الوتيره. دابا وصلنا للمرحله السادسه، وهذه المرحله هذه مهمه جدا. هذه المرحله هذه خاص نعمروا فيها التفاصيل ديال الرحله اللي غادي نديرو. وكاين هنايا في هذا السؤال الاول واحد الامر مهم بالنسبه للتقديم ديال التاشيره. ما خاصوش يكون فايت 3 شهور، 90 يوم. حنايا كما شفنا من قبل كنت عمرت ليهم على اساس بغيت نمشي شهر 10. دابا غادي نعاودو نرجعوا التاريخ، وعاد نعاودو نديرو الموديفيكاسيون. تبعوا معايا الموديفيكاسيون كيفاش غادي دار. نكملوا بعدا هاد المرحله السادسه ونعاودو نرجعوا المرحله الثانيه. حنا غادي نديرو مثلا تاريخ جديد، نديرو شهر 6 مثلا. غنمشيو نهار 1 شهر 6. هنا تيقول لك الرقم ديال القطار او رقم الطائره اللي غادي تجي منها. بحكم اي واحد راه ما كيديرش لا ريزيرفاسيون حتى تخرج ليه الفيزا ديالو، ماشي اوبليغاتوار، حيت ما فيهاش، ماشي ضروريه، حيت ما فيهاش واحد دياز. هذوك اللي فيهم دياز حمراء هما اللي خاص يتعمروا، اللي ضروريين. هنا تيقول لك مدينه اللي غادي تهبط فيها. بالنسبه الناس اللي كيجيو من المغرب ولا من المغرب العربي، اغلبيه ديال المطارات اللي كيهبطوا للصين هو شانغهاي ولا غوانغزو، على حسب المصنع اللي غادي يصيفط لك هذيك لا لتر اين مدينه كاين. حنا غادي نديرو شانغهاي، بحكم انا عندي واحد لانفيتاسيون قديمه من واحد المصنع في ايو. وغادي اقرب مدينه لايو هي شانغهاي، تقريبا شي 300 كيلومتر. اذا غنديروا هنايا مدينه شانغهاي. شانغهاي هي ماشي ضروريه هذه تيقول لك اين بلاصه بالضبط في شانغهاي. بالنسبه لهذا السؤال السادس تيقول لك شنو هي المدينه اللي غادي تجلس فيها. حنايا لانفيتاسيون اللي وصلتنا لانفيتاسيون اللي وصلتنا راه وصلتنا في واحد المحل او واحد المصنع في مدينه ايو. اذا غادي نمشيو نقلبوا على ايو. بالنسبه لايو هي غير مدينه، ما غاديش تلقى هنايا، غادي تقلب على سميت الجهه. بحال مثلا حنايا في المغرب
انسان كاين مثلا في مدينه ديال طنجة، الاسم ديال الجهه طنجة، تطوان، الحسيمه. بالنسبه للصين كتختلف كيختلف الامر. مثلا بحال نهضروا على طنجة مثلا، كاين مثلا اللي ساكن في الشاون، ملي كيبغي يقلب على الجهه كيمشي كيدير الشاون ما كيلقاش، خاصو يشوف الجهه. باش تعرف الجهه كتمشي كتقلب، كدير بحث، دير بريفانس ايو. ها هي لقيناها اوف جينهوا. هاد المدينه ديال ايو كاينه في جينهوا. غنمشيو نقلبوا على جينهوا غنلقاوها ان شاء الله. ها هي، هاي جيزيان جينهوا. هنا كدير مثلا الايو، ها هي باينه ايوشي، هي مدينه ايو. هنا كدير العنوان كتمشي كتاخذها من لانفيتاسيون. العنوان هو هذا. هنايا نحاولوا اوكي، كوبيو هذا فلور 3. هنا كتكتب العنوان 3 اوكي، وخاص تحيد هاد النقاط الفواصل باش تقبل لك ودوز المرحله الجايه. هنا كيقول لك الوقت الدخول، دات داريفي. حنايا كما درنا عاودنا درنا شهر 6 نهار 1، غنديرو هنايا 2026 6 نهار 1. دات دو ديبار هو تاريخ الخروج من الصين. حنا غادي نديرو 15 اليوم 15. هنايا دات دو ديبار نفس الامر، شهر 6 نهار 15. فيل دو ديبار المدينه اللي غادي تخرج منها نديرو شانغهاي بحكم انها هي اللي قريبه. بالنسبه للسؤال اللي من بعد تيقول لك سميه ديال هذاك الشخص اللي يستقبلك ولا الشركه اللي تستقبلك. بطبيعه الحال كاينه في لانفيتاسيون، هي هذه. تقدر تكتبها بالصينيه ولا بالانجليزيه ماشي مشكل. حنا غادي نديروها بالانجليزيه. تسمحوا لنا حيت ما غاديش نقدر نبين هاد الاسماء هادو. المهم راه هاد المعلومات هادو كلهم كاينين في سميتو في الانفيتاسيون اللي غتوصلكم. هنايا تيقول لك العلاقه تجاره تريد. هنايا رقم الهاتف ديال هذيك الشركه او ديك المصنع. هنايا راه كاين الرقم الهاتف كتاخذها من الانفيتاسيون كما قلنا. نتاكدوا من هذه المعلومه هذه 5 اوكي. هنايا نديرو ريفيرونس ديال الشينوا 086 8 6. هنايا الايميل ماشي ضروري، الا بغيتو ديرو الا كان في الانفيتاسيون ما كانش ماشي مشكل، بحكم انه كاين نديرو ما خسرين والو. اوكي هنايا بروفانس كما قلنا قبيلات جينهوا. قلبوا على جينهوا. بغيتي نديرو هذه ماشي مشكل. كود بوستال حتى هي ماشي ضروريه بلا ما نديروها. اوكي هنايا السؤال اللي من بعد تيقول لك شنو هما الاشخاص اللي تقدر تتصل بهم في حاله الطوارئ. شخص قريب منك ولا الوالدين ديالك، هنا ماشي بالضروري. هنايا تيقول شنو هي العلاقه بيناتكم، ما تكتب ليه مثلا فاميل. هنايا كتكتب رقم الهاتف ديالو، نديرو ماشي مشكل. في الاخر الايميل الا بغيتي تكتبو راه احسن
حالة الطوارئ. السؤال ما قبل الاخير في هذه المرحله هذه، السؤال تيقول لك مصاريف ديال هذه الرحله هذه شكون اللي غادي يتكلف بهم؟ واش انت راسك ولا شخص اخر، الناس اللي كيديروا بريسون شارج، ولا الشركه ولا هذاك المصنع غادي يتكلف بالمصاريف ديالك؟ في الغالب كيكون المهم زعما واحد كيتكلف براسو. هنا تيقول لك واش شي شخص اخر مشارك معك في الباسبور. كاين بعض الدول اللي كيكون عندهم هذا الامر هذا. حنايا بالنسبه للمغرب لا، كل واحد تيكون عنده الباسبور. شحال هادي كان في المغرب الباسبور ديال الوالدين تيكونوا داخلين معاهم الوليدات، ولكن ما بقاش هذا الامر هذا. صافي حنا سالينا المرحله السادسه، غادي نديروا سوفغاردي وننتقلوا للمرحله السابعه. السابعه تيقول لك واش انت فايت مشيتي للصين. الا كنتي مشيتي للصين تتقول لهم وي، ما كنتيش كتقول نو. واش ديجا كانت عندك شي تاشيره ديال الصين؟ كتقول لهم لا. السؤال اللي من بعد تيقول لك واش عندك شي تاشيرات ديال شي دول اخرى عندك في الباسبور؟ الا كانوا عندك كتقول وي وكتكتب الدول اللي عندك فيهم التاشيره. الا كانت نو كدير لهم نو. تيقول لك السؤال اللي من بعد في اخر 12 شهر، اذا اخر في هذا العام هذا، واش زرتي شي بلدان؟ الا كنتي زرتي شي بلدان كتكتب وي وكتكتب الدول اللي زرتي. مثلا بحال نقولوا زرنا السعوديه كدير عربي سعودي. هي زرتي شي دول اخرين كتكمل بحال هذه الطريقه هذه. هكا سالينا هذه المرحله هذه. غنمشيو للمرحله ما قبل الاخيره، المرحله الثامنه. هنا تيعطوك اسئله. واش ديجا تلغات لك او ترفضت لك الفيزا ديال الصين؟ هذا السؤال هذا هو واش فايت تلغات لك التاشيره ديال الصين؟ كتقول لهم نو. هنايا تيقول لك واش كنتي ديجا في الصين سميتو فتي المده القانونيه ديال الصين. كاين بعض الاشخاص يوقع لهم هذا المشكل. مثلا الناس كيضربوا اكثر من شهرين هما عندهم غير 60 يوم. كتقول لهم لا. واش عندك شي سوابق في الصين او دول اخرى؟ كتكتب لهم لا. هنا واش عندك شي مرض مزمن؟ تقول لهم لا. واش فايت في هذا الشهر الاخير كنتي في شي منطقه فيها شي فيروس ولا شي وباء؟ هاد الاسئله هذه اغلبيه ديال الناس كيكون ما عندهمش. مثلا في هذا السؤال هذا تيقول لك واش ديجا واش خدمتي في الخدمه العسكريه؟ كتقول لهم نو. اللي خدام ديجا راه تيقول لهم وي، وتيقول لهم شنو هو الفونكسيون اللي داير مثلا الناس ديال القوات المسلحه ولا الناس ديال الشرطه. بالنسبه لهذا السؤال هذا واش درتي تكوين في الاسلحه؟ المهم هادو كلهم كدير ليهم لا. واش عندك شي حاجه اللي تقدر تصرح بها؟ صافي هاد المرحله هذه الاغلبيه كتكتب ليهم لا 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 لا. المرحله الاخيره هي التاسعه. هنايا تيقول لك واش هاد الفورمولير واش عمروا لك شي واحد ولا عمرتيه راسك؟ الا عمرك شي واحد كيكتب المعلومات ديالو الشخصيه والعنوان ورقم الهاتف. الا كنتي راسك عمرتي كدير انا عمرتو. هنايا كدير جو كومبرون زاكسبت، زعما راه كنوافق على هاد التعليمات هادو، انها زعما هاد الفورمولير راه فيه المعلومات اللي درت فيه راه صحيحه. هذا ما كان. هذه المرحله الاخيره. دابا دخلنا لواحد المرحله ديال التعبئه ديال الوثائق. بالنسبه للطريقه دابا اللي ولات بالنسبه لتقديم التاشيره ديال الصين، كتيليشارجي لي دوكيومون، كتسكانيهم وكتيليشارجيهم في البيسي اللي خدام فيه باش كتعمرهم هنايا. هنايا كيقول لك اعطيني الباسبور. راه ديجا راه كان عندنا، نعاودو نقلبوا عليه. كما قلت لكم الباسبور خاصو يكون مسكاني كلير، ماشي يكون مصور بالتليفون ولا
يكون مسكاني عند موسيبي، ولا كانت عندك مثلا سكان راسك كتسكانيه راسك. المهم خاص يكون المعلومات باينه. الا كانت عندك ديجا الفيزا ديال الصين كديرها. بالنسبه لهاد لي دوكيمون خاصهم يكونوا جي بي جي ولا جي بي او جي، ولا يكونوا بي دي اف، ولكن من الاحسن يكونوا جي بي جي بحال الصور. بالنسبه لهنايا الا كان عندك فيزات قدام، فيزات في باسبور كديرهم ماشي ضروريين، اوبسيونيل. هنايا كدير الاقامه حتى هما ماشي ضروريه. هنا كدير لا ليتر دانفيتاسيون، هنايا كدير لا ليتر دانفيتاسيون اللي توصلتي بها عند هذاك المصنع. مثلا ها هي كديرها بي دي اف، ها هي راه باينه. انت الا بغيتي تاكد منها راه كدير هاد الزائد وكتاكد منها صافي وكترجع. اسمحوا لي هنا نكملوا. اكسبت. هنا هنا كدير البي كدير البي ديال الافيون، التذكره ديال الطياره الا كانت عندك ماشي ضروريه. هنا كدير ريزيرفاسيون دوتيل، حجز الفندق. هنا كدير غولفي بونكي كما قلت لكم خاصو يكون اكثر من 30,000 درهم. هنا كدير لوجيست كوميرس بالنسبه للناس اللي عندهم تجاره. بالنسبه لموظف ولا اجير كيدير اتيستاسيون طرافاي. هنا كدير سميتو وثائق اخرى اللي بغيتي على حسب الصنف اللي الصنف ديال الفيزا اللي بغيتي. دابا هنايا راه كما شفتوا معايا قبل راه دايرين التاشيره ديال بيزنس. هنا كدير سوفغاردي، كدير سويفون. هنا كدير الكونفيرماسيون ديال كدير واحد المراجعه ديال المعلومات. كما قلت لكم قبيلات كان وقع لنا واحد المشكل بالنسبه للتاريخ ديال الدخول ديال الصين، خاصنا نبدلوه. ها هي الطريقه باش كتبدلو، هي هذه في المرحله الثانيه كدير موديفي. هنا كتبدل التاريخ. كنا درنا شهر 10 صدقنا درنا شهر 6 على حساب ان باش تعمر الفورمولا خاصو يكون قل من 3 شهور، نهار واحد صافي. مي كدير هاد المرحله هادي كدير سويفون صافي. مي كدير سويفون صافي كتعاود ترجع لهنايا كدير ديكلاري، كتعاود تشوف لي دوكيمون كدير سويفون. هنايا كتعاود دير المراجعه ديال المعلومات والصحاح كان شي غلط هنايا فين كتصلحوا كما شفتوا معايا. هنا كدير سوميتر لو فورمولير دو دوموند صافي. هنايا تيقول لك واش كونفيرمي. هنا تيقول لك شحال لي فري اللي غادي تزيد، حيت حنايا كنا درنا اكسبريس باش ناخذوا الباسبور الغد ليه. تيقول لك 300 درهم ديال لي فري لي زايدين اكسترا. العنوان ديال القنصليه هو هذا تيعطيوه لك 24 شارع بلافريز السويسي مدينه الرباط. هذه هو لادريس الايميل، هذا الموقع الرسمي، وهادو اوقات ديال العمل. كما شفتوا معايا دابا راه سالينا طلب التقديم ديال التاشيره. كيعطيوك في البلاتفورم ان اون اكزامان كتسنى واحد المده ما بين 5 ايام حتى تقريبا كتوصل بعض المرات حتى ل 20 يوم ديال الانتظار، وكيعطيوك الاجابه بالقبول ديال التاشيره، او الا كان شي مثلا وثيقه تقدر تصيفطها لهم تيعطوك البلاصه ديال الموديفيكاسيون، ولا مثلا الصوره عندك فيها شي مشكل تيعطيوك هذيك الخانه باش تدير هذاك التعديل. وبالنسبه للتتبع ديال الطلب كتجي لهنايا تترجع للحساب ديالك. ها هي سويفر ليتا دافونسمون دو ما دوموند، تتبع الطلب ديالي. كدير كليكي بور اونطري. هنا واحد الشخص راه خدمنا ليه، هو راه باقي اون اكزامان بريليمينير اون كور. هذا الشخص هذا راه باقي في سميتو. هذا الطلب هذا مازال ما عطاوش النتيجه. هذا دفعنا ليه شهر 12 شهر 3 نهار 12. كاين دابا اشكال في القنصليه. هنا كيعطوك ملي كيعطوك الاجابه تيقول لك راه صافي راه الفيزا ديالك راه تقبلات، اجي للقنصليه باش ديبوزي الباسبور ديالك. وبحكم حنايا درنا تيب اكسبريس
الغد لي كتجي كتريكوبيري الباسبور ديالك. وهكذا انتهينا من شرح ديال التقديم التأشيرة الصينية. نتمناو يعجبكم هذا الفيديو هذا، وإلا بغيتوا تأشيرة أخرى كيفية التقديم ديالها خليوها لي في الكومنتير، وما تنسوش دير فولو، ومع السلامة.